ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه حبايبي؟ ضغودي وماسة. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه لاولادنا للمدارس ولينا برضو ناكلها في اي وقت. هنعمل مربى الفراوله باسهل طريقه هتعجبك. احنا عملنا قبل كده الجزر مع بعض، النهارده هنعمل الفراوله ان شاء الله تكون كويسه وتعجبك وتكون اعجابكم. طبعا عارفين ولادنا رجعوا المدارس البرطمان النهارده بالشيء الفلاني، لا احنا الكيلو جبناه 15 جنيه، هنعمل منه ان شاء الله برطمانين وبأقل الإمكانيات وبأقل التكلفة إن شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نمسك الفراولة نقمعها الأول كده ونقطعها التقطيعة دي أهي، طبعا التقطيعة الصغيرة دي أهي. نقمعها كده يا حبايبي زي ما احنا معرفين نعلم بناتنا وعرايسنا أهو. نعمل كده، شايفين؟ بتشيل القمع بتاعها وتقطعيها كده زي السلطة كده بالظبط. هنعمل فيها حاجة بقى حلوة واحنا شغالين مع بعض، هوريها لكم دلوقتي. بتطلع معاكي ناجحه ومية مية ان شاء الله ويبقى زي الفل اهي. هوريكم بس بتقطع ازاي. اخلص نرجع مع بعض تاني لما نخلص الكميه كلها. خلاص يا حبايبي كده احنا قطعناها خلاص. هنزل عليها كوبايه سكر. الخطوه دي بقى مهمه قوي تعمليها وتقلبي بالشكل ده فيها كله في بعضه كده. الحبيبات السكر دي كلها بوش، وهنبيتها في التلاجة من بالليل للصبح. لو اشتغلتي فيها الصبح وعملتي الحركة دي يبقى بالليل هنشتغل فيها على البوتاجاز. وبكرة بقى هوريكي السكر كل اللي انت شايفاه قدامك ده هيبقى عامل زي السوس كده وزي الشربات عليها. ونرجع الصبح، انا عاملاها دلوقتي بالليل، نرجع الصبح نشتغل فيها. والكمية قد ايه كيلو؟ احنا بنعرف حبايبنا البنات الصغيرة والعرايس واللي ما بيعرفش يعملها. بنبتدي الاول بكمية صغيرة وبعدين بنرجع بنعمل كمية كبيرة ونرجع تاني لما الموضوع بتاعنا ده بتاع النقع نكمل مع بعض. خلاص كده يا حبايبي الفراوله اللي احنا نقعناها من بالليل حطيناها على كوبايه السكر وحطيناها في التلاجة. ليه عملت الخطوه دي؟ الشربات بتاعها والحلو بتاعها بينزل بالشكل ده اهو، شايفين اهو. مش عايز تعملي الخطوه دي تشتغلي بعدها على طول، ممكن بعدها بساعه او اتنين تشتغلي عادي. هنزلها في الحله اهو واحطها على النار ربع ساعة هتغلي، وبعد كده هدي عليها النار وتفضلي رايحة جاية عليها ومحضرين نص ليمونة اهو. حطيناها على النار ربع ساعة بالظبط هتغلي معانا، وارجع اهدي عليها النار تبقى تاخد وتدي مع نفسها كده بالراحة. نحضر نص ليمونة او ربع معلقة ملح ليمون، المادة الحافظة اللي هنعمل بيها الفراولة اهي مع بعض يا حبايبي. زي ما احنا شايفين سهله جدا لحشوات الكيكه، للمدرسه، في سندوتشات الولاد، لينا احنا، للعشاء، يعني هي مكتوبه في كل حاجه. والحمد لله الايام دي متوفره وجميله جدا وما شاء الله عليها. احنا هنسيبها على النار بقى تغلي، واول ما تبتدي تغلي معانا على النار هرجع لكم تاني عشان ما نطولش الفيديو عليكم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اهي بدأت تغلي معانا. اي ريم بقى هيبقى على الوش هنبتدي نلم فيه بالراحه كده، مش هنخليه عليها، هي لسه هتبتدي تعمل اهي. اي ريم بتلميه بالراحه بالمعلقه وبترميه عشان تطلع معاكي ناجحه ان شاء الله وكويسه. هنبتدي بقى نلم الريم ده اهو، بص شايفين هو ده اللي بيطلع منها. تبتدي تلميه بالراحه كده بالشكل ده وتحضري طبق جنبك وتشيلي، وما ترميش المعلقه على البوتاجاز عشان السكر بتاعها ما يبهدلش ليك البوتاجاز. شايفين اهو، هو ده الريم. هنبتدي نلمه كل شويه مع الفراوله، هتلميه عشان الفراوله بتاعتك تطلع جميله معاكي زي بتاعت المحلات بالظبط. قولوا لنا ايه رايكم في اللي احنا بنعمله. شايفين الفراوله بتغلي معانا اهي على النار. هبتدي بقى 5 دقايق كمان هطفي عليها وابدا وانا واقفه واحده واحده الم الريم بتاعها وهنشوفها مع بعض هتبقى عامله ازاي. اهو يا حبايبي شايفين الريم دوت لازم تلميه كل شويه اهي. احنا مهديين على النار اهي، لمي كل شويه ما تزهقيش منه، هي بس تاخد شويه صغيرين كده وبعدين هي بتعمل مع نفسها بقى اهي. شايفه الريم اهو، لميه واحده واحده كده وتخلي في طبق، ما ترميش حاجه على البوتاجاز او الترابيزه. خلاص كده هي تبتدي تخش على سوا. هنعمل ايه بقى الخطوه دي؟ النص ليمونه اهي عشان تلف معانا وتقعد، والماده الحافظه بتاعتها اهي. عايز تحط ملح ليمون يبقى ربع معلقه، عايز تحط كمون يبقى نص ليمونه اهي. تشيل بس اي بذريه ولا اي حاجه بتاعت ليمون كده برضو اهي.
تبتدي معاكي. بصي الخطوه بقى بتاعت ان انا نقعتها من بالليل، شوفي مخليها دايبه ازاي، وما حطيناش لها ميه، ميتها هي منها فيها، عسلها منها فيها. شايفه الخطوه دي جميله جدا، وطلعها ناجحه معاكي ان شاء الله. تفضلي بقى كده معاها لما تبتدي تلف معاكي. هي سهله جدا، يعني هي سهله جدا في عمايلها، وهتحبي تعمليها على طول. دي حاجه. تاني حاجه، ضمن نظافتها وغسلها بايدك ومقطعاها وعاملاها في بيتك. شايفين الجمال بتاعها ما شاء الله، وريحتها بقى تحفه. يعني طول ما انت واقفه كده لملمي كده اي حاجه، شايفه بالشكل كده، لملمي كده اي حاجه فيها. هي بتفضل تطلع فريم كده ورغاوي اهي. لمي كده. تقريبا كده خلصت اهي. شايفين النص ليمونه حطيناها عقدتها ولفتها ازاي؟ شايفه ما احتاجناش نعملها في خلاط ولا بالهند بلندر ولا باي حاجه. النقعه بتاعت بالليل دي او التلات اربع ساعات بكوبايه السكر بتديها بالشكل دوت. والقد ايه عملنا؟ كيلو، كميه كيلو، لان انا قلت لك احنا بنجرب في كميات صغيره. عايزه تكملي بعد كده لما تنجح معاكي الموضوع كملي. وزي ما وعدتكم بقى باللايك بتاعكم الجميل، وتفعلوا الجرس ولايك وشير عشان نكبر بيكم وليكم. وما تنسوناش في اللايك بتاعكم الجميل. دي حاجه. اهم حاجه بقى، اهم من اللايك والكلام ده كله، نصلي على الرسول. نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما حاجتنا بتطلع حلوه وبيبقى فيها بركه، حتى لو عامله كميه قليله ربنا بيبارك وبيزيد فيها. خلاص خلصناها اهي، حطينا في المعلقه اهي في الطبق. شوفوها البرطمانات بقى انا غسلاها حلو، مش محتاجه اعقمها في الفرن. ليه؟ لان انا بحط زي دايما المربى بتاعتي فيها نسبه سخونيه بتعقم منها فيها البرطمان اهو. هعدي قدامكم شايفين. اخلص وارجع لكم تاني. شفتوا بقى الكيلو عمل قد ايه؟ البرطمان ده بتشتريه بكام؟ شايفين شكلها جميله جدا. عملنا برطمانين الا حاجه بسيطه اللي احنا نعتبر مفضلينهم في الطبق. شايفين شكلها؟ ادي المربى على اصولها، جميله جدا وبسيطه ومش مكلفه، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها بطريقتنا، مش هتبطلوا من جمالها تعملوها. شايفين؟ ادي المربى بتاعتنا الحلوه اهي اهي، جربوها ومش هتبطلوها من جمالها. شايفين يا حبايبي المربى عامله ازاي؟ ما شاء الله، حاجه زي الفل. قولوا ايه رايكم في اللي احنا بنعمله؟ ان شاء الله ينول اعجابكم وكل حاجه جميله نعملها تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.